السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا متابعين، يلا بينا يا مواليد برج الدلو لقراءة روحانية جديدة خاصة بيكم. القراءة هتكون بتاريخ إن شاء الله 22/7/2024. طبعا حبايبي انتوا عارفين أنا بقول التاريخ للمصداقية فقط، أما جميع القراءات على القناة بتكون طاقتها الزمنية مفتوحة، يعني أي وقت يا مولود برج الدلو من حقك تدخل للفيديوهات الخاصة بيك وتشوفها وتعرف إن ليك فيها رسالة وتتفاعل كمان مع الفيديوهات. مولود برج الدلو، يلا بينا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهنستمد طاقة الفيديو من اسم الله العظيم. بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم. يلا يا مولود برج الدلو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مولود برج الدلو، مولود برج الدلو. مولود برج الدلو، مولود برج الدلو بيحقق ذاته، بيعتزل ما يؤذيه، بيدور على اكتمال أمور كان توقف عنها لفترة بسبب أمور عطلة أو أمور مؤذية في حياته أو عدم إمكانيات، يعني كانت إمكانياتك ما كانتش مساعدك. طيب تعال نشوف طاقتك يا مولود برج الدلو. والله يا مولود برج الدلو أنا شايفة إن أنت قلبك ما نصفكش بالظبط، رغم ان انت حبيت من كل قلبك وكان عندك استطاعة انك تقدم في الحب ده اجمل المشاعر، انك تكمل في العلاقة دي تحت اي ظروف وتحت اي وضع، كنت متقبل كل شيء في العلاقة دي، ولكن للأسف كانت علاقة مؤذية ما كنتش بتفرح بيها ولا كنت عارف تفرح فيها، وكأنك يا مولود برج الدلو اتوضعت في علاقة، يعني كأنك بتقول هو ذنب مين اللي بيخلص مني عشان اقابل شخص زي ده في حياتي بالظبط. يعني انت اعتبرتها انها عقاب ليك على ذنب انت مش عارف ايه هو. فانا شايفه رغم حبك للشخص ده ورغم ان انت كنت في لحظه بتتمنى انك تقدم دعم ومساعده، لان انت بالفعل قدمت للشخص ده دعم ومساعده كتير، حتى وان كان دعم نفسي، مش هقول دعم مادي، حتى وان كان دعم نفسي بالطبطبه والاحتواء، وان انت انقذته من فتره مؤلمه بيمر بيها او كان خارج من علاقه كانت مؤذيه. فانا شايفاك انت احتويت واحتضنت وكان عندك استعداد تقدم اكتر، ولكن للاسف شايفاك اخدت قرار بمنتهى العقل والحكمة انك تنهي العلاقة دي وانك تخرج من العلاقة دي، وبتقول يعني احاول احافظ على اللي باقي مني. ليه؟ لان انت قسيت جدا في العلاقة دي، تم استغلالك او اتفرض عليك بعض الاوضاع والامور اللي لا كانت تليق بيك ولا كانت مرضية ليك ابدا في العلاقة دي يا مولود برج الدلو. وصلت لدرجة ان انت كنت زي الشمس اللي انطفت، كنت شخص مبهج وسعيد وراضي ومبسوط وعندك طاقة إيجابية رهيبة بتضيفها على كل المحيطين بك، ولكن مع دخولك العلاقة دي انت تحولت واتبدلت واتغيرت لدرجة ان انت يعني في يمكن ناس بقت تشوفك تقولك انت ما كنتش كده، انت ازاي اتغيرت كده، ازاي بقيت كده. طيب تعالى نشوف طاقة الشخص ده. والله الشخص ده مش قادر يسترد ثقته في نفسه خالص. هو كان شخص واثق من نفسه جدا، شخص كاريزما، شخص ناجح قادر يستقل في حياته سواء ماديا او على اي صعيد من اصعدة يعني حياته، في جميع جوانب حياته كان شخص مستقل جدا. ولكن الشخص ده للأسف حزين وندمان وقلبه موجوع. ليه؟ لأن أنا شايفة إن الشخص ده تعرض لخسارة كبيرة بعد ما حاول يحقق أمنية له أو يوصل لهدف معين، وكأن أفكاره قادته إنه يكون مع بعض الأشخاص
اللي هيستفيد منهم وهيقدر يستغلهم، لكن هو اللي تم استغلاله. يعني بالظبط عارفين ان احنا المثل بيقول ايه، تيجي تصطاده يصيدك، هو جه يصطاد فهم اصطادوه، جه يستغلهم فهم استغلوه، جه يستفاد منهم فهم استفادوا منه، بل بالعكس اذوه كمان وقدروا يحسسوه انه شخص خسران او انه شخص بلا قيمة. فاصبح الوقت الحالي وضعه اللي كان بيتنمرض. انت كنت مع شخص نمرود جدا يا مولود برج الدلو، الشخص ده في الوقت الحالي بيتمنى انه يرجع لمرحلة او لوضع كان بيعيشه، وغالبا الفترة اللي انت كنت معاه فيها اللي كان راضي فعلا وراضي جدا عن نفسه وعن حياته، ولكن هو شخص بيتطلع دايما للأفضل. ليه؟ لأن ما عندوش الرضا الكافي أو الرضا الكامل عن حياته، مهما كان يعني أموره على ما يرام دايما بيتطلع للأفضل، وكأنه دايما بيضع نفسه في مقارنة مع كل الناس اللي أفضل منه، فبيجبر نفسه على انه يبذل مجهود اكتر، يبحث عن انه ازاي يقدر يوصل يبقى زيهم، ايه اللي ممكن يعمله، حتى وان كان وصوله هيكون بطريقة غير مشروعة او بطريقة فيها تحايل. فهو سبحان الله من أعمالكم سلط عليكم، ربنا سلط عليه أشخاص قدرت تستغله وتستفاد منه، لدرجة إنه شاف نفسه لا عنده خبرة ولا ذكي ولا أي حاجة، طلع عبيط بصراحة يعني. طلع هو اكتشف إن هو طلع عبيط، وإن اتضحك عليه، وإنه اللي عمله فيك وفي غيرك ربنا خلصه من خلال الأشخاص اللي هو دخل معاهم في العلاقة دي، سواء بقى علاقة حب أو عمل. تعال نشوف مشاعر الشخص ده ليك في الطاقة الحالية. على فكرة أنا ساعات بقول كلام في القراءة والله أنا مش بكون قصداه، لكن معرفش هي بتبقى الطاقة هي اللي جاية كده، يعني أنا مش عارفة، فسامحوني إذا كنت كلمة عبيط ده، بس هو ده إحساسه بقى، هو اللي حاسس كده. مشاعره ليك يا مولود برج الدلو في الطاقة الحالية. شايفك ازاي، بيخطط للعلاقة ازاي، او خطواته القادمة، تفكيره، نظرته للعلاقة ايه، كل دوت هنشوف. على فكرة الشخص دوت مازال محتفظ بيك او لسه بيعتبرك من ضمن ممتلكاته اللي مش من حقك ابدا ان يكون ليك حرية الاختيار انك توجد نفسك في علاقة اخرى، او انك تبتعد برغبتك، او انك تبحث عن ذاتك. يعني ملكش حرية الاختيار او انك تاخد قرار، لان انت من ضمن ممتلكاته، حتى وان كان وجودك معه هيكون خسارة ليك، تضييع وقت ليك، عدم راحة ليك، هيقلقك، هيتعبك، هيخليك دايما في احتياج، او ان انت رغباتك مش بيتم اشباعها، ولكن رغم كل ده انت المفروض انك تكون من ضمن ممتلكاته، وان هو يفضل محتفظ بيك. شايفه ان الشخص ده مشاعره ليك في الطاقة الحالية، والله هو مش مبسوط ومش سعيد ومش في احسن حالاته، حاسس ان انت بمنتهى الشجاعة والتصميم اخد قرار انك تحمي نفسك منه، وكونك تحمي نفسك منه فده مسبب له توتر، مسبب له قلق، مسبب له ازعاج، حاسس انه مجبر انه يرد ليك. شوفوا الكروت كلها نازله معدوله الا كارت العداله نازل مقلوب، فده دليل على ان انت ما اخدتش حقك في العلاقه دي، وده دليل ان الشخص ده مازال ما عندوش رغبه
انه يعطيك حقوقك اللي تخليك تقدر تكون معاه بصورة مرضية ليك. عايزك يحمل ليك المشاعر، يحمل ليك المشاعر. قلبه موجوع لانه عارف ان كان في ايده يحميك ويحمي العلاقة دي، ولكن ده هو حتى ما قدرش يحميك من نفسه، ما قدرش يحميك من سيطرته، ما قدرش يحميك من رغباته السلبية، ما قدرش يحميك من ضعف شخصيته وعدم قدرته على المواجهة، ما قدرش يحميك من نفسه. فازاي انت تيجي انت تحمي نفسك منه؟ فدي بالنسبة له حاجة مؤذية جدا، حاجة تقلقه، حاجة تخوفه، تخليه يشعر ان انت خلاص تركت العلاقة دي للأبد. هو رافض يصدق الإحساس ده، ولكن شعوره تجاهك ان انت ما عادش عندك استعداد انك تتواجد معاه تاني او انك تكون في علاقة معاه لمرة أخرى. عنده شعور بانه مش قادر يسيطر على مشاعره، مش قادر يسيطر على رغبته فيك. الشخص ده عنده رغبة فيك رهيبة، ورغبة انه يعني في علاقة جسدية. هيتجنن لمجرد انه يعيش معاك لحظة من اللحظات الحميمية اللي انتوا كنتوا بتعيشوها. وهنا اقدر اقول ان انا عندي علاقة ازواج. ليه؟ لان الشخص ده بيفكر فيك تفكير جسدي بحت. يعني انت نفسه يلمسك، نفسه يشم البرفيوم بتاعك، نفسه ان يعيش معاك اللحظات اللي كان بيعيشها معاك او اللي كان بيتخيل انه ممكن يعيشها معاك في حالة ان انتوا ما كنتوش ازواج. فالشخص ده كان بيتخيلك او كان بيتمنى ان الظروف تسمح ان انتوا تعيشوا مع بعض اللحظات دي. فهو مش قادر يسيطر على مشاعره تجاهك، عنده رغبة رهيبة فيك يا مولود برج الدلو. الشخص ده في هنا طلاق، في كنتوا ازواج واتطلقتوا. الشخص دوت عنده رغبة انه ينهي الامر القضائي لو انتوا في بينكم امور قضائية. فهو بيتمنى انك تتنازل او انك ما تطلبش حقوقك، او ان انت تحن وتشتاق ليه، فده يكون مبرر ان انت ترجع تاني، او يكون سبب انه ما يقدمش ليك اللي المفروض ان هو يقدمه لك. شايفك ازاي في الطاقة الحالية، وشايف ان انت مشيت وانت يعني فاقد الثقة فيه بنسبة 100%، وفاقد الامل في ان العلاقة دي ممكن يكون ليها عودة. ودوت اللي مسبب له يعني عدم راحة. شايف ان انت في اقوى حالاتك، شايفك قوي جدا، شايفك قادر تسيطر على مشاعرك وقادر تسيطر على حياتك وتقود حياتك، وما عندكش اي استعداد انك تتنازل عن الوضع اللي انت وضعت نفسك فيه او الحالة اللي انت بتعيشها الفترة الحالية. شايف ان انت اتأكدت من شكوكك اللي انت كنت بتشك في الشخص ده، وكان دايما بيكذب احساسك بيه او شكوكك او اتهاماتك، ولكن هو عارف ان انت اتأكد انه اخطأ في حقك، انه خانك، انه تلاعب بيك، انه غدرك او غدر بيك، او انه دخل في علاقة اخرى في الوقت اللي انت كنت موجود معه. فهو عارف ان انت مصدر قوتك، انك اتأكدت ان كل اللي كان بيدور في بالك عنه دي كانت حقيقة، مش مجرد اوهام او اتهامات انت بتتهمه بيها. وده مخلي موقفك اقوى، مخلي ان الشخص ده عارف متأكد ان حقوقك اللي المفروض يقدمها هو مش هيقدر عليها. شايف ان انت ما عندكش استعداد تتهزم بانك ترجع للعلاقة دي تاني، وكأن العلاقة دي كانت بالنسبة لك كانت هزيمة، كانت ضعف، كانت قلة قيمة. ليه؟ لان انت كان مفروض عليك زي ما قلت لك هنا في طاقتك ان انت كان مفروض عليك وضع لا يقبله عقل. ضحيت بحاجات كتير، قبلت اوضاع مفيش حد يقبلها، قبلت انك تتحمل مسؤولية انت في غنى عن انك تتحملها، قبلت انك تتنازل عن حقوق المفروض ان انت اولى بيها والمفروض انك ما تتنازلش عنها، ولكن انت كنت متوسم خير في الشخص ده، ولكن هو خيب ظنك فيه بكل الطرق وبكل تصرفاته الخيبة. شايف ان انت عندك طاقة هجومية، يعني انت عندك استعداد تهاجمه،
ليه بقى؟ مولود برج الدلو خرج عن صمته. مولود برج الدلو كان الأول بيتأذى وبيتألم وبيتوجع وبيسكت. ليه؟ ما عندوش استعداد إنه يواجه، ما بيحبش يدخل في حوار ممكن تتهم فيه، او ان انت ما تقدرش تكمل للاخر، او انك ما تقدرش تثبت حق. ولكن هو في الطاقه الحاليه بقى شايف ان انت عندك طاقه انك تهاجم. خلاص مش هتاخد دور الدفاع عن نفسك، لا انت هتهاجم. وهو ما عندوش القدره ان يدافع عن نفسه. ليه؟ لان انت اكتشفت كل ألاعيبه، اكتشفت كل تصرفاته، اكتشفت هو كان بيعمل ايه، واتاكدت ان انت كانت ظنونك في محلها، وهو عارف ده، واثق من ده. شايف ان انت قلبت الترابيزة وقلت عليا وعلى أعدائي مش فارق، الوضع مش هيكون أسوأ مما كان. هو شايفك كده، يعني كأنك من الآخر كده انت بعت القضية يا مولود برج الدلو، بعتها بكل حاجة، بعتها وانت الكسبان، حتى وإن كنت بعتها بدون مقابل. طيب تخطيطه للقادم. شخص مادي جدا 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 جدا، ما بيفكرش غير في مصلحته بس، وازاي يحصل على رغباته ويحقق اهدافه واحلامه وامانيه باي طريقه بقى، من خلال اي حد، عن طريق اي حد. هو شخص ما عندوش مشاعر، ما يعترفش بحاجه اسمها حب حقيقي، مش معترف بحاجه اسمها عشره، مش معترف بحاجه اسمها اصول، مش معترف بحاجه اسمها ان احنا لازم نحافظ او نحتوي، او ان احنا يعني بيبان شخصيتنا من خلال تعاملنا مع الطرف الآخر. فمش فارق معاه أي شيء غير نفسه بس. فخطواته بقى القادمة اللي أنا شايفها أو تخطيطه للعلاقة دي، الشخص ده خسر كتير بعدك يا مولود برج الدلو، بجد تعرض لخسارة كبيرة. الشخص ده كان فيه أموال بتجيله، أو كان فيه حقوق ليه كان بيحصل عليها ما بيحصلش عليها في الوقت الحالي. يعني ماديا ما عادش بيقدر يعيش بالوضع اللي انت كنت تعرفه او اللي هو كان قايل لك عليه، لا، وضعه المادي غير مستقر تماما وغير مرضي ليه تماما. لذلك انا شايفه ان الشخص ده في الوقت الحالي مركز جدا في انه يعوض خسارة، وجايز الخسارة اللي كانت بسبب العلاقات اللي دخل فيها اللي كان حابب يستغلها فهم استغلوه، فده كان سبب انه يعني حاسس بوجع قلب وكسرة خاطر وخسارة مش قادر يعوضها. فلذلك هو شغال كويس جدا على انه يعوض الخسائر دي، شغال على مادياته كويس جدا، بيحاول يستعيد وضعه المادي بالصورة اللي ترضيه الى حد ما. اما انه يرجعها زي ما كانت الاول فلا، هو شايف ان دوت صعب جدا. اولا مفيش الامكانيات اللي تخليه يقف على رجليه زي الاول، مفيش المساعدات اللي كانت بتتقدم له من بعض الاشخاص. ليه؟ لان الشخص ده فقد يعني اشخاص كتير كانوا بيحبوه بسبب طريقته وتسرعه وانفعاله و الطريقة الطفولية اللي بيتعامل بيها مع الأشخاص، والتجاهل واللامبالاة وعدم التقدير. ففقد أشخاص كتير كانت ممكن في يوم من الأيام تدعمه، فهم دلوقتي مش موجودين في محيطه. الشخص ده بيتمنى عودة بعض الأشخاص أو الأصدقاء لحياته، ولكن صدقني اللي بيخرج من حياة الشخص ده بيرجعلوش تاني. يعني لو أنت عايز ترجع، ده لو انت حابب ترجع، فانت الوحيد اللي خرجت من حياته وعايز ترجع له تاني. اما عارفين ده بالظبط تنطبق عليه اغنيه ايه؟ الخارج من عنده مولود والداخل عنده مفقود. بالظبط. فانت مولود لانك خرجت، فكونك بقى ترجع تاني دي بتاعتك انت، انا معرفش، بس انا بقول لك دي طاقته هو كده.
الشخص ده عايز يحقق التوازن، وكأنه فقد التوازن بفقدك يا مولود برج الدلو. حاسس انه محتاج يشتغل على العلاقة دي كويس جدا، حاسس انه المفروض يقدم ليك شيء مادي يثبت ليك بكل الطرق انه عايزك في حياته بصورة انت تستحق انك تظهر فيها. في تواصل من الشخص ده، في رسالة جاية لك منه. وعلى فكرة لمنكم يا مواليد برج الدلو، انت بتسمعني وانت عندك احساس ان الشخص ده هيكلمك، ان الشخص ده يتواصل معاك، ان الشخص ده يحاول انه يصلح بعض الامور بينك وبينه. ليه؟ لان منكم ان الشخص دوت بعت اشارات او صدر منه بعض المواقف اللي اثبتت ليك انه بيراقبك او بيتابعك او عنده رغبة انه يتواصل معاك. فهو في تواصل منه ليك في بداية، ولكن هو مكسوف منك جدا، خجلان، مش قادر يحط عينه في عينك، مش قادر يجي لك يقدم ليك مشاعر فقط. ليه؟ ما ينفعش بعد اللي حصل ليك في العلاقة دي، وبعد ما اكتشفت خيانته، وبعد ما اتألمت واتوجعت وقررت انك تبدأ حياتك من اول وجديد، وان انت يعني خدت القرار ده بمنتهى العقل، يجي يقولك سامحني اصل انا بحبك. بحبك اللي انت جاي تقولها لي بعد اللي عملته فيا؟ لا والله ده غير كافية، مش دي اللي انا مستنيها. مولود برج الدلو لو عايز يسمع كلمة بحبك فممكن يسمعها من ناس كتير، وناس كتير مخلصة وتتمنى ضافر مولود برج الدلو. فهو مكسوف انه يجيلك بس بمجرد انه يعني يشتغل عليك من حتة المشاعر بس. ليه؟ لانه عارف ان دي مش دي اللي انت عايزها، مش دي اللي انت هتصدقها، وكأن انت سمعت منه كتير كلام عن الحب، والوقت خلاص اللي كنا بنصدقه زمان ما عادش ينفع يدخل دماغنا بتعريفه دلوقتي خلاص. فهو شايف ان هو محتاج انه يبذل مجهود اكبر ويشتغل على نفسه اكتر ويشتغل على العلاقة دي اكتر. فانا شايفة شخص متردد ومحتار بخصوص خطوة الرجوع. ليه؟ لأنه لا يمتلك الشيء اللي يثبت ليك بالصورة المادية إنه عايزك أو إنه عنده استعداد يحافظ عليك أو يحميك. خلي بالكو كلمة يحميك ما دام اتقالت في العلاقة في القراءة دي كتير، فالعلاقة دي الشخص ده ما قدرش يحميك، انت تعرضت لإيذاء بسبب أشخاص في محيط الشخص ده، وهو كان عاجز انه يحميك ورفض انه ينصفك او رفض انه يديك قدرك في العلاقة دي او يقف في صفك. فهو شايف ان هو مطالب بامور كتير لمجرد انك تقبله تاني في حياتك، واللي هو في استطاعته يقدمه لك الوقت انت استحالة تقبله لانه اقل بكتير من حقك. وهو ما عندوش استعداد، زي ما قلت لك ان الكارت نازل مقلوب، هو ما عندوش استعداد يديك حقوقك عشان تبقى عارف. فحتى وإن طالت المدة لحين رجوع الشخص ده، صدقني برضو مش هتحصل على حقوقك كاملة. حتى وإن قدم ليك بعض حقوقك فهتكون بصورة ناقصة مش كاملة. طيب الرومانس بقى. عارفه ان في منكم كتير تقول احنا والله ما عدنا داخلين سامعين لك ابدا، انت عقدتينا، انت قفلتيها في وشنا، انت صدرت لنا طاقه سلبيه. انا ما اقدرش اقول غير اللي انا شايفاه، يعني حتى مش عارفه، انا حاسه ان في ناس مش هتتقبل القراءه بالطريقه دي، لكن انا بقول اللي يرضي ربنا واللي انا شايفاه قصادي، لان انا بعتبر ان كل قراءه من القراءات امانه. اذا ما كنتش اقدر ااديها او اوصلها لاصحابها بما يرضي الله، يبقى انا في غنى عن ان انا اعمل فيديو زي ده. انتوا الاتنين بتتشافوا، ولكن كل واحد فيكم بيتشافى من الجهة او في المنطقة اللي اتألم واتأذى فيها. انت بتتشافى
لان انت عارف ان انت اتأذيت بسبب شخص نرجسي، شخص ما عندوش استعداد انه يعطي في العلاقة دي، شخص كل هدفه انه يحصل وياخد ويأذيك، يعني ممكن يعمل اي حاجة لمجرد انه يحصل على رغباته. فانا شايفاك بتستعيد ثقتك بنفسك، بتشتغل على نفسك كويس جدا، وبتقدم لنفسك الحب اللي انت كنت بتتمنى تحصل عليه من الشخص ده. والمنكم يا مواليد برج الدلو اللي داخل حياته حب صادق، وصدقوني صدقوني إذا كنت متخيل إن الشخص ده توأم روحك الحقيقي أو توأم الشعور الحقيقي، فده التوأم المزيف. أنت داخل حياتك التوأم الحقيقي، علاقة هتكون من الماضي وأنت هتشعر بيها من الوهلة الأولى إن الشخص ده أنت انجذبت ليه، رغم إنك رافض تماما تماما أي مشاعر، لا تاخد مشاعر ولا تعطي مشاعر. لكن الشخص اللي داخل حياتك الجديد ده، ولكن هيجي إمتى؟ هيدخل حياتك إمتى؟ هيظهر إمتى؟ بعد ما تتشافى تماما من العلاقة دي، هيظهر توأمك الحقيقي اللي انت هتشعر بيه مع أول لقاء بينك وبينه، حتى وإن كان مفيش كلام وهتتقابلوا في مكان انت استحالة تكون مرتب انك تتواجد في المكان ده. يعني هيجمعك بيه مكان انت ما كنتش عامل حسابك انك تروحه، مش في احسن حالاتك، ولكن هتقابله هتحس ان انت نسيت كل حاجة وركزت مع الشخص ده. وهنا هتتأكد ان دوت توأمك الحقيقي، ودي كانت علاقة دروس بس اتعلمت فيها، اتعلمت منها انك تعلي استحقاقك، اتعلمت منها انك ما تاخدش اقل من حقك، اتعلمت انك تعطي على قدر ما بتحصل، اتعلمت انك تضع حدود، اتعلمت ان التضحية زيادة عن اللزوم بتأذيك وتتحسب عليك مش ليك. اتعلمت حاجات كتير في العلاقة دي، ودي كانت ليها هدف، دي رسالة. العلاقة دي كانت داخلة حياتك لهدف انها تهيئك وتخليك مستعد لاستقبال توأمك الحقيقي، وانا متأكدة من اللي انا بقوله ده. طيب هنيجي نشوف بقى هو بيتشافى من ايه. الشخص ده بيعاني من مشاكل طفولة، الرفض والفقد الاتنين. يعني احنا بنقول يا اما فقد يا اما رفض، دوت اترفض وشعر بالفقد. فالشخص دوت بيحاول يشفي نفسه، بيحاول انه يكون شخص مختلف، وكأنه رفض صفاته السلبية اللي كانت سبب انه يخسر كل الاشخاص الجميلة او الاشخاص اللي كانت بتقدم له حب حقيقي، ولكن بغباء منه خسر كل حاجة، خسر اشخاص وخسر اموال وخسر ثقتك وثقة ناس كتير في محيطه. فانا شايفة الشخص ده بيتشافى، شايفة ان هو عنده استعداد يشتغل على العلاقة دي تاني. ففي هنا عودة من الشخص ده. ليه؟ أنا شايفة إن انتوا في بينكم مسافات، في بينكم بلاد، في بينكم تباعد، يعني حتى وإن كان المسافات مش بعيدة، ولكن انت خليته شعر إن اللي بينك وبينه بلاد وجبال وبحور وأنهار. فهو عايز يرجع لك، عايز يتواصل معاك، ولكن بعد ما يتشافى، وهيطلب منك انك تسمح للعلاقة دي بفرصة جديدة. فانت هيكون قصادك الاتنين يا مولود برج الدلو، هيبقى قصادك الشخص اللي راجع من الماضي بخطوات مملة وبطيئة. تمام؟ ليه؟ لان برضو عايز يرد برغباته، عايز يشعر بانسجام، عايز يعوض اللي فاته، عايز يحس بالمشاعر اللي ما حسهاش وما عاشهاش غير معاك انت. وهيكون قصادك الطرف الجديد او الشخص الجديد، وانت هيكون ليك حرية الاختيار. وبكده مواليد برج الدلو قراءتكم تم. اتمنى يا رب ان القراءه تكون مرضيه. بحبكم من كل قلبي، بحب دعمكم للفيديوهات، وبرحب بكل متابعيني مواليد برج الدلو الجدد. بحبكم، بتمنى لكم كل خير، بتمنى لكم السعاده والرضا، وربنا ينور بصركم وبصيرتكم لاختيار الافضل ليكم ان شاء الله. بحبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.